وصل الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي منذ قليل مقر النادي بالجزيرة لعقد جلسة تحديد مصيره مع النادي بعد الخسارة من بيراميدز. واستقر النادي الأهلي في اجتماع المنعقد حاليا بمقر النادي بالجزيرة على رحيل الأسباني خوسيه ريبيرو بسبب سوء النتائج. الأهلي يجهز بيانا رسميا لإنهاء عقد ريبيرو، ويناقش مسؤولي الأهلي في الساعات الحالية بيان إعلان نهاية العلاقة بين الطرفين، وكذلك الموقف القانوني للمدرب الأسباني لمنحه كافة مستحقاته المادية قبل إعلان القرار بشكل نهائي. وواصل الأهلي انطلاقاته الباهتة في الدوري المصري الممتاز بالخسارة أمام ضيفه بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 2-0 مساء السبت في الجولة الخامسة من المسابقة. وتوقف رصيد الأهلي عند 5 نقاط من 4 مباريات بعد أن فاز مرة واحدة مقابل تعادلين وهزيمة في أول 4 جولات من الموسم. وخرجت جماهير الأهلي في المدرجات بعد تلقي أول هزيمة في الدوري لتطالب برحيل ريبيرو. وتولى ريبيرو قيادة الأهلي يوم 29 مايو الماضي خلفا للمدرب المؤقت عماد النحاس، ولم يحقق ريبيرو سوى انتصار وحيد خلال 7 مباريات. وبس كده، اكتبوا لي رأيكم في ريبيرو في التعليقات، وكان معكم الكابتن، اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.